النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية ومكوناتها بسيطة جدا من البيت، بس شكلها وطعمها تحفة جدا. عجينة الكانيلوني زي ما انتم شايفين معانا عبارة عن 3 بيضات كاملين، ومعانا هنا رشة ملح أو مقدار نص معلقة ملح، ومعانا هنا حوالي كوباية من الحليب أو كوبايتين من الحليب، ومعانا هنا عبارة عن نص كيلو من الدقيق او برضو بمقدار كوبايتين دقيق، وطبعا زي ما قلت لكم عينيكم هي المقدار. ومعانا هنا حوالي 3-4 معالق زيت، وهنضرب كل الكلام ده في الخلاط. عايزه اقولك لو عملتيها في عزومه هي حاجه شيك جدا وتشرفك جدا في كل العزومات. هنا بعد ما خلطنا الخليط دوت في الخلاط هنبدا ان احنا نجيب مصفى ونصفيها من اي تكتلات في الخليط بتاعنا. زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله ما فيهاش تكتلات زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب طاسه وفيها رشه من الزيت. هنا كنت حطيت من وراكم رشه فلفل في الخليط. هنا رشه من الزيت، ويكون طاسه هتنفع للكريب او طاسه جرانيت. وزي ما انتم شايفين كده بحط معلقه واحده من معالق التوزيع بتاعتي. هنا كنت كترت الزيت شويه. طبعا خلينا متفقين ان اي حاجه سواء عجينه كريب او كانيلوني او اي مثلا قطايف او حاجه، اول حاجه معانا او اول قطعه بنعملها هي بتبقى مش تمام او مش بنبقى راضيين عنها. انا عن نفسي ما كنتش راضيه عن اول حاجه بعملها، فهوريكم برضو طبعا في الفيديو تاني قطعه انا بعملها. هي برضو كويسه مش وحشه، بس انا غير راضيه عنها. زي ما انتم شايفين هو اول حاجه ان الزيت رشه الزيت طلعت كتيره، وفي نفس الوقت هي لزقت ما ادتنيش الحاجه اللي انا عايزاها. يعني هي سليمه وطلع كل حاجه سليمه، بس مش مرضيه بالنسبه لي. هنا كنت نقلتها على نار تانية علشان تبقى الحراره بالنسبه لي اعلى وكويسه. زي ما انتم شايفين نيجي بقى نجرب بقى التانية. زي ما انتم شايفين بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله، الله اكبر. بصوا يعني استوت وهي في الطاسه يعتبر. هوريكم دلوقتي بقى وهي خطوه بخطوه وهي بتستوي. شايفين الفقاقيع دي؟ شايفين دي معناها ان القطعه بتاعتي اللي بعملها دي ناجحه ما شاء الله تبارك الله. اهي ما بتاخدش ثواني يا جماعه، 3 ثواني على النار. بصوا اهي يعني بسم الله ما شاء الله ولا غلطه وما لزقتش. شايفين ما شاء الله اهي ما شاء الله. دي بقى النتيجه المرضيه بالنسبه لي. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين عايزه اقولك ان دي برضو ممكن تنفع لعجينه الكريب، يعني هي متشابهه جدا لعجينه الكريب مع اختلافات حاجه بسيطه جدا. طبعا لو هنعمل عجينه الكريب فبنوسع الطاسه شويه، يعني نجيب طاسه اكبر شويه او طاسه الكريب نفسها، فاهمين؟ بصوا هنا ما شاء الله. هنبدا نعمل بقى بقيه العجين اللي عندي. هنا كنت عملت بقى الكميه اللي انا عملتها في الخلاط، فبالنسبه لي دي نتيجه الى حد ما مرضيه بالنسبه لي. شايفين؟ بس بصراحه خطيره، مش زفره وطريه وتنفع لجميع الحشوات مش شرط لحمه بس. هنا انا نحشيها لحمه كنت معصجاها، ممكن تحشيها خضروات، ممكن تحشيها جبنه وزيتون ومثلا بسطرمه، تحشيها ميكس جبن، اي حشوه انتم محتاجين احشوها. ممكن تحشوها فراخ لو عندكم متبقيه عادي جدا احشوها. هنا عندي اللحمه وعندي هنا جبنه موتزاريلا وببرم ولف زي ما انتم شايفين، واكون دهنه الصينيه بسمنه زي ما انتم شايفين كده. حته سمنه وبدهن بيها الصينيه علشان العجينه ما تلزقش مني على النار. هنا اللحمه واجيب الجبنه الموتزاريلا والفها رول. بصوا يعني حتى في اللف هي ما شاء الله العجينه ماسكه نفسها، يعني ما شاء الله. هنكمل الباقي زي ما انتم شايفين كده.
كملنا العجين، وعلى الوش بكون عندي صلصة وادهن بيها كل الكانيلوني اللي عندي زي ما انتم شايفين. بتديها شكل وبتديها طعم لما بتخرج من الفرن وكده، بيبقى شكلها حلو وبيبقى طعمها كمان جميل زي ما انتم شايفين. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو، وتنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين، لان انا بحب اعرف كل واحد فيكم بيتابعني منين طبعا. ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى الجميع ان شاء الله. هنا بحط الجبنه الموزاريلا عندي، ممكن احط اي جبن عندي من اللي هي بتخش النار، ما فيش اي مشكله، مش شرط جبنه معينه، اي جبن عندي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بس طبعا اختاري نوع الجبنه يكون كويس، ما تستبخليش. هنا كنت خلصت، هبدأ بقى ان انا هبقى ادخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، وكون مسخنة الفرن الاول، بتقعد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. وهنا ده الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله بجد، يعني دي اصلا تتاكل سخنة، ما ينفعش اصلا تخرج من الفرن تتاكل زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ ان احنا نطلعها ونبدأ ان احنا نغرفها. ما تخافوش هي ما لزقتش، هي تحفة يعني، عجينتها طرية ومتماسكة ومفيهاش اي زفارة وخطيرة يا جماعة بجد، جربوها. وممكن تتقدم مع حاجات كتير، ممكن تقدم مع فراخ، ممكن تقدم مع مكرونة وفراخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بقولكم بتتاكل سخنة يا جماعة، شايفين يعني هي محشية جبنة ولحمة، تحفة 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 خطيرة. وحابة لكم كل سنة وانتم طيبين.